جهازك الهضمي هو اهم سبب الانيميا المزمنه عندك. معاكم دكتور احمد الديب، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والمناصير. خلي بالك، كتير من اسباب الانيميا مش مجرد نقص حديد بس، لا، في نقص في امتصاص الحديد، في نقص في امتصاص الفيتامينات، وفي نزيف متكرر من الجهاز الهضمي. القرح المتكرره اللي موجوده في المعده او في الاثنى عشر او في القولون، ضعف امتصاص الحديد والفيتامينات في الامعاء الدقيقه. اعراض الانيميا مش بالضروره تكون اعراض ظاهره، ممكن يبقى ضعف في التركيز، دوخه، خمول، وما تبقاش عارف السبب ايه. ساعتها لازم نعمل صوره دم عشان نعرف في انيميا ولا لا. منظار الجهاز الهضمي بيساعدنا ان احنا بنعرف نشخص سبب الانيميا المرتبطه بالجهاز الهضمي، سواء قرح او التهابات او زوائد او اورام. لو بتعاني من انيميا متكرره ما تتجاهلهاش، الموضوع ممكن يكون بسيط لو شخصناه في الوقت المناسب.